تعالوا بقى النهارده كده هنعمل اكله حلوه جدا. شايفين بقى صوص الجبنه كده وهو مغرق الكرات دي يا جمالها. وكمان هنقدمها مع مكرونه سباكيتي محطوط عليها صوص كده جبنه. شايفين بقى شكلها خطير. كرات البطاطس باللحمه المفرومه حلوه جدا جدا. شايفين كمان من جوه مستويه وزي القمر. يلا بقى نروح على الفيديو مع بعض. اول حاجه هنعملها، عندي هنا 3 حبات من البطاطس، هنقطعهم كده او 4 حبات، هنقطعهم مكعبات بعد ما نقشرهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا تكوني مجهزه حله على النار يكون فيها ميه بتغلي، علشان اول ما تقطعيها زي كده على طول تنزلي بيها في الميه بتاعتك السخنه اللي بتاعي. شايفين بقى شكلها بالطريقه دي. اهم خطوه ان انت تسلقي البطاطس وتصفيها كويس جدا عشان ما يبقاش فيها اي نسبه ميه، علشان ما تفكش معاكي وانتي بتحمريها. شايفه هنزل بقى كده على طول بالبطاطس بتاعتي كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هروح بقى اجهز اللحمه المفرومه. عندي هنا نص كيلو لحمه مفرومه، ضفت عليه 4 فصوص توم وعليهم بصلايه متقطعه كبيره، وضفت عليهم كمان ملح وفلفل اسمر وحبه كده من بهارات اللحمه، وضفت عليهم حبه بابريكا وكمان رشه من جوز الطيب. هاخد بقى اللحمه بتاعتي هفرمها في الكبه كويس، وبعدين هشكلها كرات زي ما انتم شايفين بالشكل ده لغايه ما اخلص كل الكميه بتاعتي اهو. بشكلها كده. طبعا اللحمه مش بنتبلها يعني بتوابل كتيره، بتبقى حلوه كده. هجيب بقى طاسه احط فيها مكعب زبده او سمنه، وهبدا احمر فيها كرات اللحمه اللي احنا عملناها مع بعض بالشكل ده. طبعا انا مش هحمرها قوي، يعني انا هديها تشويحه كده بحيث ان هي تاخد لون من الجناب وتبقى معايا استوت. شايفين اهو. خلص بقى كده كل الكميه بتاعتي وابدا اقلبها كده. شايفين بقى الحركات والنار والحاجات دي اهو بالشكل ده. بعد كده بقى هطلعها من المقلايه بتاعتي وهحطها في طبق، وبعدين هجيب بقى البطاطس بتاعتي اللي احنا سلقناها. طبعا هرستها كويس، طبعا ما تكون البطاطس بتاعتك متصفايه ما بيبقاش فيها اي نسبه ميه. ضفت عليها ملح وحبه فلفل اسمر وحبه كمون كده، وبعدين هقلبهم بقى كويس جدا بالشوكه. طبعا لازم نملح البطاطس ما تبقاش عدمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهقلب كده كويس جدا لغايه اما يتجانس كل حاجه مع بعضها. وهبدا بقى اخد كده من البطاطس المهروسه وابدا احط فيها كور اللحمه واغلفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انت تحطي البطاطسايه على قد كره اللحمه، ما تكتريش البطاطس علشان تبقى حلوه معاكي. شايفين بقى اهو. هعمل واحده كمان قدامكم بالشكل ده، وبعدين بقى هسيبهم كده شويه في التلاجة يتماسكوا شويه معايا عشان لما اقليها ما تفكش معايا اهو بالشكل ده. هبدأ بقى اطلعهم من التلاجة وبعدين احطهم بقى في حبة دقيق كده وادحرجهم، وبعدين هجيب بيضة وفص توم وعليها حبة ملح وهضربهم كده مع بعض كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا لازم تغلفي البطاطس بتاعتك بالدقيق علشان تبقى متماسكة معاكي وتطلع كريسبي. هاخد بقى البطاطس بتاعتي بالشكل ده وهبدأ انزل في البيض واقلبها كويس، وبعدين بقى على البقسماط بتاعي. طبعا البقسماط مش شرط ان انتي تروحي تشتري بقسماط كريسبي، لا انا والله ده عاملاه بتاع ده فينو. تمام، كان ناشف عندي، سبته كده اتحمص شويه في الهواء، بعد كده طحنته وطلع معايا بالشكل الجميل ده. وضفت عليه كمان حبه دقيق صغيرين وملح وفلفل وبهارات وخليته شكله حلو جدا. يعني مش لازم تشتري حاجات غاليه من بره. هبدأ بقى كده برضو اهو بعد ما غلفتها بالبيض هنزل برضو على البقسماط اللي احنا عاملينه مع بعض، وبعدين هغلفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهسيبها بقى كده ترتاح شوية او تتماسك شوية مع بعض كده في التلاجة. هبدأ بقى اخرجهم من التلاجة. هجيب طاسة فيها زيت سخن وهبدأ انزل بالكرات بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا هي ما بتاخدش اي وقت معايا على النار، علشان كده احنا بنسوي كرات اللحمة والبطاطس اوريدي مسلوقة ومستوية، فمش هياخد معاكي اي وقت. هما قلبتين بالظبط وهتلاقيها البطاطس بتاعتك اتحمرت وبقيت جاهزه معاكي. شايفين ده بقى شكلها اهو بعد ما قلبناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم كريسبي بقى وطعمها خطير وريحتها حلوه جدا. هبدا بقى اطلعهم كده اصفيهم، وبعدين بقى اهو ده شكلهم. هجيب بقى هنا حله فيها مكعب زبده، هضيف عليها معلقتين من الدقيق بالظبط كده. الدقيق يكون قد السمنه، معلقه او معلقتين على قد ما تحطي سمنه او زبده، وهنقلبهم كده لغايه اما
يبقبقوا معايا كده وتحس ان هي الدقيق مع السمنه كده ايه بيغلوا. هنزل بقى عليهم بكوبايه من الحليب وهقلب كويس جدا جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه. وطبعا في المرحله دي انا مش هضيف اي نوع ملح لان الجبنه مالحه. هضيف عندي نص كوبايه من الجبنه الموتزاريلا وشيدر يعني ميكس جبن. هقلب بقى كويس جدا كده لغايه اما يدوب معايا الجبنه بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهيطلع بقى الصوص كريمي وحلو جدا. شايفين اهم حاجه بقى التقليب في المرحله دي كويس علشان الجبنه تختلط مع الحراره وتسيح اهو. شايفين بالشكل ده كده خلاص قوامها جاهز معايا. دوقيها بقى، لو حسيت ان هي ناقصه ملح حطي سنه ملح صغيره. ودي كرات البطاطس بتاعتي هبدا بقى اضيف عليها كده صوص الجبنه الجميل ده. شايفين خطيره وطعمها حلو جدا. اتمنى انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير.